تعالوا بقى نشوف الفراخ الجميلة المحشية المشوية دي في الصينية في قلب الفرن اللي بتبقبق دي عملناها ازاي. وتشكيلة المحشي التحفة ديت تنفع معاكي للعزومات، وتستغلي كمان الفرن بتاعك ما بيكون شغال تسوي فيه المحشي كده مع الفراخ. اللهم صل على حضرة النبي، حاجة كده تحفة وجميلة خالص. وما تنسيش لو انت اول مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك الكل، وتشوفي المحشي الجميل المستوي الدايب والفراخ العسل المحشية اللي انت لو شفتيها مش هتتخيلي ان هي دي الفراخ اللي طلعت معانا بالحلاوة والجمال ده. شايفين وانا بقطع الدبوس كده مستوي وزي الفل، لا دم ولا اي حاجة خالص، والمحشي معايا طالع زي الفل والنساير دايبة. تعالي بقى نشوف الفراخ اللي قدامك دي تنفع حشو متبهدله. انا بوريها لكم من قدام ومن تحت، شايفين المنظر؟ عشان لما تجيبي فراخ يا حبيبتي للحشو تطلبي من الفراخجي وعرفيه قبل ما يذبح اعملها لي فراخ حشو. انما انا جوزي بقى لقيته داخل عليا بيهم وجايبهم، وطبعا الرجاله ما بتعرفش، والراجل اللهم صل على النبي عمل معاه الواجب والزياده. قال انا عايز الفراخ دي محشيه ومشويه. قلت يا بنتي طب هتعملي ايه؟ وقال لي كمان عازم اصحابه ولازم كده اكل يشرف وعزومه تكون تليق بالمقام. قلت ما يجراش حاجه، ان شاء الله هعرف اتعامل معاهم. الست الشاطره بتتعامل في اي موقف صعب، بتعرف تعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. جبت بصلايه وبشرتها وحبيتين طماطم وبشرتهم، ونزلت عليهم بقى بالتوابل اللي انت بتحبيها كلها. والسر الخطير اللي يطلع معاكي الفراخ دي نفس طعم بره واحلى، دبس الرمان زي ما انت شايفه كده بتكوني حاطاه اهو. وتبتدي بقى تجيبي الفراخ بتاعتك كده تدلكيها بالتتبيله التحفه اللي انت قلبتيها دي، وتجيبي كمان عصره ليمونه عليها، وتروحي جايبه الفراخ كده متبلاها، وتكوني كمان مفرغه هي كده كده. الراجل جايبها لي مفرغه والجلد طالع من على اللحم، مش مشكله خالص، هنتعامل زي ما قلت لكم. وبعد ما تتبليها التتبيله الجميله دي، والمحشي الحمد لله كنت خلصته ده كله، يعني ما فيش ساعه زمن الحمد لله، ربنا عني وقواني وعملت. ما لقيتش عندي فريك وفاض معايا كده شويه خلطه من بتاعه المحشي، الرز بتاع المحشي، ورحت حاشيه بيهم الفراخ وحطيت في قلبيهم الكبده والقناصه، كنت محمراهم في معلقه سمنه وشويه ملح وفلفل اسمر، ونزلتهم على الخلطه بتاعت المحشي. وابتديت ان انا احشي الفراخ، وابتديت احشي كمان تحت الجلد وفي قلب الفرخه. ما سبتهاش الا لما خليتها كده 100 فل و14 زي ما انتوا شايفين. بس بنبه عليكي تاني، اما تحبي تجيبي فراخ وتكون للحشو تعرفي الفراخ دي ان هي للحشو، بيديهالك طبعا مقفولة عشان تعرفي تتعاملي معاها. في بنات لسه صغيرين ما يعرفوش يتعاملوا مع الفراخ لما بيكون بالوضع ده، تستسهلها تقطعها يا اما هتسلقها. لكن انا كل واحدة بقى حسب طبعا، الست ما بتبقى ماهرة في قلب المطبخ بتاعها بتعرف تتعامل، وبالذات لما بتكون خبرة بتتعرف تتعامل كويس قوي مع المواقف اللي زي كده. وديكوا شايفين بسم الله ما شاء الله مسكتهم ورحت مكتفاهم. طبعا البصل غالي والطماطم غالية، وانا عايزة اعمل ارضية. جبت بقية الخلطة اللي فاضلة معايا من التتبيلة على كده حتة كوسة كانت قطعت معايا وانا بقورها، على بقية بشر الطماطم، ورحت حملاه ارضية للفراخ، وبقية اللي فضل حطيته عليها من على الوش. طب هتحطي ايه على وشها؟ هتجيبي معلقة من الصلصة او معلقة من الكاتشب، وهتحطي عليها شوية زيت شوية فلفل اسمر اهو. بوريكم بسم الله ما شاء الله عملت الصينيتين زي العسل. ورحت جايبه زي ما قلت لكم المكونات اللي هي الصلصه والزيت فلفل اسمر وملح، ورحت دهنه بيهم الفراخ زي ما انت شايفه كده. وتبتدي اللي انت تقفلي عليهم، وبعد ما تقفلي عليهم بالورق الزبده وورق الالومنيوم يكون الفرن بتاعك سخن، وتروحي مدخلاهم، ويفضل المحشي متغطي بالورق ده لحد ما يستوي. انما الفراخ طالما استوت تبتدي تشيلي من عليها الغطا، تدي معاكي الوش الجميل اللي احنا شفناه في اول الفيديو. وما تنسيش لو انت واصله معايا لحد دلوقتي تعملي لي لايك للفيديو. شايفين؟ وسقينا المحشي كمان، تسقي المحشي بالشوربه وتبتدي اللي انت تقفلي عليه
اهو تقفلي عليه كويس ورقة الزبدة وورق الألمونيوم وتدخليه الفرن، وإن شاء الله انتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.